هذه المرثية على لسان الأخ الغالي إياد الأبيض وأخوته، وهي رثاء في والدهم المغفور له بإذن الله تعالى عبد السلام الأبيض رحمة الله تخشاه، تحكي وتعبر بما فيها كلمات الشاعر أيمن القاضي، أداء والحان المنشد زياد القاضي، تسجيل استوديو تراك. دموع العين تتحسر على من راح وفارقني، أبي والأب هو مركل أولاده وهو مسند، تركني في الحياة وحدي ونار الشوق تحرقني، وتشعل في حشايا نار منها القلب ما يهتد. يدي يدعيك يا والي على الفرقة تقويني، طلبت الواحد المنن وكفي للكريم امتاد، فيما خس الفراق اللي يزلزل كل ما فيني، على عبد السلام الأب ذي ما شفت مثل أحد، أبي قد راح من داري وأوجاعي بتدميني، ولا حسيت بالراحة علي الله بايشهد، جروح القلب تتفاقم وجرحي هو بيكويني، ويشعل في خفوقي نار لا تهدى ولا تبرد. راح الشيخي راح العزي رحل من كان يفديني، بروحه والجوارح كان لولاده بذل وجهد، فلا عد حد يساندني ولا عد داري يهويني، رحل من كان لي ناصح رحيله نار ما تخمد، ما وجع ذا يهفيني وكم آهات تحويني، تهد الشامخ الأصيم من المكنون تتوقد، وكسر الظهر ما يجبر وتظلم كامل سنيني، فقدنا الأب ذي وصفه أبد يا قوم ما تنعد، فرقنا المحزن المليان لا ندت يلبيني، ودونه دنيتي ضنك من الضيقات باتوصد، سردنا قافيه صما في داخل دواويني، حكاية الشخص متعذب من أيامه وما بيعد، يا رحمن يا منان ترحم من سكن عيني، دعيت الله في شعري وأنت العان والمقصد، وبالعدنان نختمها وبشكي كل ما فيني، شفيع الكون والطاهر حبيب الكون يا أحمد.